بيقولوا إن الحب أعمى، بس خالد بيقول أنا اللي اتعميت لما حبيت. طب يعمل إيه؟ هو حب والدنيا اتشقلبت. خالد حسني عنده 28 سنة، خريج تجارة القاهرة من 6 سنين، من بلد اسمها البهو فريك في الدقهلية. النهاردة رفضوا جوازه من منى للمرة التامنة ولنفس السبب كالعادة. كل مرة بيتقدم وكل مرة كان بيترفض لنفس السبب. من 6 سنين وهو في آخر سنة جامعة قابل منى بالصدفة في طريقهم من البلد للجامعة. اتصدم لما عرف إنها في نفس الكلية، ومن وقتها الصدف بقت بتحصل كتير بقصد ومن غير قصد. خالد بيبص للورق اللي هو كاتبه ومعلقه على الحيطة وبيقول رفضوني لنفس السبب أبو منى ده مجنون. كل البلد كانت بتتكلم وبيقولوا إن الراجل ده مجنون فعلا، بس خالد شاف الجنون بعينه. أول مرة راح يطلب إيد منى أبوها بصله بنظرة ما تتنسيش. خالد كان قاعد قدام والد منى متوتر وماسك إيده. أبو منى بيقول له أنت عاوز تتجوز منى؟ خالد قال له أيوه. أبو منى رد عليه وقال له طب أنت عملت إيه في حياتك؟ خالد كان متوقع السؤال ده، بس برضه حس السؤال كأنه زي الصعقة ورد عليه وقال له عملت إيه في حياتي؟ الحقيقة أنا مش فاهم قصد حضرتك، بس أنا خريج تجارة القاهرة وأبويا وأمي متوفيين وعايش مع جدي طول عمري ومعفي من الجيش ودلوقتي بدور على شغل. أبو منى بصله بنظرة استخفاف ورفع حاجبه وقال له يعني إيه اللي يميزك عن غيرك؟ ليه هجوزك بنتي أصلا؟ وقام سايبه وماشي، وخالد واقف مصدوم، بس عرف إن الكلام خلص وإنه اترفض. خالد افتكر إن الرفض كان علشان ملوش شغل، بس بدأ يدور على شغل، ولما اشتغل راح يتقدم تاني واتسأل نفس السؤال واتقابل بنفس النظرة واترفض تاني. خالد رجع بيته وبيقول لنفسه 8 مرات كل مرة يترمي نفس السؤال عملت ايه في حياتك؟ وقام قايل انا ما عملتش حاجة في حياتي. اعمل ايه يعني؟ عارف انك كنت بطل في الحرب، بس هو ده يخليك تذلنا؟ يعني عشان بطولتك لازم بنتك تتجوز بطل؟ قول اروح فين؟ اروح احارب في العراق عشان ترضى؟ البلد كلها كانت عارفة إن الراجل ده غريب رافض يجوز بنته لأي حد وبيستنى حد يكون فريد من نوعه. مين هو الفريد ده؟ محدش عارف، بس الكل متأكد إن مصير منى هو العنوسة طالما أبوها ده هيفضل كده. خالد مستسلمش، بس هو كان بيتكسر من جواه. بقى بيسأل نفسه إزاي أبقى فريد من نوعي؟ أسرق بنك؟ أدور على كنز؟ أعمل معجزة؟ ولا أدعي ربنا ياخد أبوها؟ خالد راح قعد مع جده بيبصله وبيبتسم له ابتسامة هادية وبيقول له أنت لسه زعلان؟ مش المفروض خلاص اتعودت؟ خالد قال له انا بحبها يا جدي ومش قادر اتخيلها لحد تاني، ومش فاهم هو ابوها ده عايز ايه. هو مش شايف ان زمن المعجزات ده انتهى؟ جده قال له طب وبعدين هتفضل قاعد كده حاطط ايدك على خدك؟ انا شايف يا ابني انك تدفن نفسك في سرداب. وهنا في حاجه لمعت في عين خالد وقام قايل السرداب. جدي فاكر لما كنت صغير لما كنت بعيط وكنت بتحكي لي عن سرداب تحت البلد وانك نزلته من اكتر من 50 سنه؟ ايوه يا ابني فاكر طبعا، ايام ما كنت بتعيط وانا احكي لك عن مغامراتنا زمان. خالد قال له بلاش حكايه العياط دي، انا عايز اسمع حكايه السرداب. ايه اللي حصل؟ انت فعلا نزلته؟ جده رد عليه وقال له كنا 4 شباب بنحب الشقاوة وكنا مغامرين. سمعنا إن في سرداب تحت البلد فيه كنز، بس الكل كان بيقول عليه مسكون محدش بيطلع منه، إنما إحنا قلنا لأ لازم ننزل. وبيكمل وبيقول وصلنا للبيت المهجور، حركنا الصخرة ونزلنا واحد ورا التاني، بس بعد ما مشينا شوية في النفق بدأنا ننهج، وفجأة كل واحد معاه لمبة اتطفت. واحد صرخ وقال العفريت طفى لمبتي، ورجعنا كلنا نجري زي المجانين. خالد ضحك وقال له بس دي ذكرى جامدة أوي يا جد، حتى لو أخدتوا ديلكم في أسنانكم. جده ضحك وقال له بلاش تقول لحد على حكاية الديل دي. خالد رجع أوضته وراح قعد على سريره، بس النوم مجالوش. الموضوع شغله، السرداب مش خرافة وجده عمره ما كدب عليه. بص للحيطة على الورقة اللي مكتوب فيها اترفضت علشان مش فريد، وكان باين على وشه الحزن. خالد بيقول لنفسه يعني أنا لو نزلت السرداب وطلعت بكنز هبقى فريد بما فيه الكفاية؟ ولا أنا مجنون؟ ولا أبوها هو اللي مجنون؟ بس أنا بحب منى. خالد بقى بيكلم نفسه زي المجنون وبيتكلم كأنهم شخصيتين بيتخانقوا مع بعض، وبيقول ده كلام عيال، السرداب مسكون وانت أصلا بتخاف من خيالك. وبيرد تاني على نفسه وبيقول بس لو كنت جبان يبقى ما تستحقهاش، لو بتحبها اثبت نفسك حتى لو ما لقيتش الكنز، كفاية انك حاولت علشانها. خالد قام من على سريره فجأة ومسك صورة منى وبص لها وقال انا هنزل السرداب ده، ولو ابوكي مجنون فانا الجنون نفسه. خالد كان فاكر نفسه لوحده، بس الحقيقة جده
كان واقف ورا الباب وسامع كل كلمة ومندهش ولا اتفاجئ، وكأن كل اللي قاله خالد كان متوقع. جده كان ماسك عصايته ودخل حجرته وقعد على الكنبة شوية، وجاب صندوق خشب قديم، فتح الصندوق وطلع ألبوم صور مغطيه تراب السنين. بص في الصور وقلبها صفحة صفحة لحد ما وقف عند صورة واحدة بس، وبص ليها كأن الزمن رجع لورا. تاني يوم الصبح كان كل شيء طبيعي، الفطار نفس الفطار كالعادة، بس خالد كان باين على عينيه إنه عايز يقول حاجة ومخبيها. خالد قال لجده: عبده، انت تقدر تعيش لوحدك؟ جده اندهش وبصله وقال له: انت ناوي تسافر ولا ايه؟ خالد سكت شوية وقال له: انا ناوي اسيب البلد فترة صغيرة، بس مش هتلاحظ غيابي والله يا جدي. انا بس يعني بدور على نفسي، بدور على معنى لوجودي. خلي بالك ابنك خريج تجارة، شغال شيال في مخزن أدوية. هات الكرتونة دي، حط دي هنا، خد دي هناك. يا جدي انا هسافر بس مش هغيب كتير، شوية بس كده وراجع على طول. جده قال له: انت بتكدب ليه يا خالد؟ انت مش ناوي تسافر، انت ناوي تنزل السرداب. خالد كان مصدوم، مفيش حاجة بتعدي على جده لان جده شايف كل حاجة. خالد قال له: سرداب ايه بس يا عبده؟ انت بتصدق الكلام ده؟ انا بقولك هسافر شوية وخلاص. جده قطعه في الكلام وقال له: انا عارف من زمان، بس جاوبني دلوقتي، انت ناوي تنزل ليه؟ خالد ما قدرش يهرب من السؤال وقال له: عشان اثبت لوالد منى اني مختلف، اني بطل. جده قال له: بس كده؟ يعني منى لو اتجوزت حد تاني هتنزل برضه؟ خالد بص له وهو مش قادر يرد. جده قام بيكلمه وهو بيتمشى وبيقول له: انت مش ناوي تنزل عشانها، انت ناوي تنزل علشانك انت. السبب مش الحب، السبب في دمك ودمي ودم ابوك. احنا يا ابني اتخلقنا عشان نحب المجهول، نتمرد، ندور على المختلف. خالد كان مدهوش وعينيه بتبرق، اول مره يحس بكلام حقيقي يوصف اللي جواه. جده قال له: انا كنت بحكي لك حكايه السرداب وانت صغير، بس الحكايه دي كانت بزرعها جواك، كنت مستني اليوم ده زي ما حصل مع ابوك. خالد مصدوم وبيقول له: ابويا؟ جده قال له: ايوه، ابوك وامك الاتنين نزلوا السرداب من 26 سنه، سابوك وانت عندك سنتين، كانوا فاكرينها مغامره بسيطه وراحوا وما رجعوش. خالد حس بحزن شديد وعينيه بدأت تدمع. جده كمل كلامه وقال له: والناس قالت انهم ماتوا في حادثة، بس الحقيقة ان السرداب خدهم ومحدش رجع تاني. على فكرة انا مش همنعك، بس اوعى تنزل علشان ترد على حد او تثبت حاجة لحد. لو هتنزل يبقى علشان تسمع صوت جواك بيناديك، ولما تقرر تنزل تعالى قولي، لأن في حد تاني عايز يكلمك عن سرداب فوريك. خالد بقى يقول لنفسه: هو أنا هنزل علشان منى ولا علشان أبويا ولا علشان نفسي؟ بس في سؤال واحد كان شاغل دماغه: إيه هو سرداب فوريك وإزاي يوصل له؟ خالد راح يقابل منى في جامعة المنصورة زي ما متعودين. خالد شافها وراح يقرب منها وهو على وشه ابتسامة ضعيفة وقال لها: ازيك يا منى؟ منى ساكتة مش بتبتسم كالعادة، وردت عليه وقالت له: أنا آسفة يا خالد، بابا رفضك تاني. خالد قال لها: عادي، أنا دلوقتي بقيت ترند في البلد، الناس بتقول إني ضربت الرقم القياسي في الرفض وقريب هدخل موسوعة جينيس. منى بصت للأرض وعينيها بدأت تدمع وقالت له: الموضوع ما بقاش زي زمان، بابا وافق على دكتور اتقدم لي. خالد كان مصدوم، قال لها: ايه؟ وافق؟ منى بدأت تعيط وقالت له: ومصمم اني اتجوزه، ولما قلت له اني بحبك ضربني. خالد ساكت وبيحاول يستوعب الكلام. لا طب وانا اللي استنيت سنين خلاص ما بقتش موجود؟ منى وهي بتعيط قالت له: انا حاولت، والله حاولت، بس هو شايف ان مستقبلي مضمون معاه واني هتعب معاك. منى بصت له نظرة كلها وداع وكانت بتعيط ولفت ومشيت. خالد رفع ايديه وشاور لها انها تمشي من غير كلام. كانت اول مرة يسيبها تمشي من غير ما يقول لها استني، اول مرة يحس ان القصة خلصت قبل ما تبدأ. خالد روح وقعد لوحده ودماغه كانت بتودي وتجيب، حاسس ان العالم كله بيلف حواليه. صاحب الشغل رن على خالد: فينك يا خالد؟ مش الشغل اللي بتعمله ده. خالد قال له: انا مش جاي تاني، واعتبرني مش شغال عندك، وقفل الخط في وشه. النهارده خالد خسر كل حاجة، منى، شغله، وحتى الأمل البسيط اللي كان مستنيه. خالد وهو قاعد في أوضته بيتفرج على الورق اللي معلقه على الحيطة ومكتوب عليه إنه اترفض، بيكلم نفسه بيقول: اترفضت تاني، اترفضت تالت، رابع، خامس، سادس، سابع، تامن، يعني كده خلاص منى خلاص راحت مني. خالد كان غضبان وطلع يجري على أوضة جده وقال له: انت قلت لي إن في حد عنده كلام عن السرداب، أنا خلاص قررت أنزل. جده ابتسم وقال له: قررت فعلا ولا علشان منى؟ خالد رد عليه وقال له: منى خلاص راحت، وانا خلاص خسرت كل حاجة، بس مش هخسر نفسي. جده قال له: طيب تعرف ان ده ممكن يخليك تمشي وما ترجعش زي ابوك؟ خالد قال له: انا مبقتش خايف غير عليك، وطالما انت معايا مفيش حاجة تخليني ارجع لورا. فجأة الباب خبط ودخل عليهم راجل عجوز بشعر ابيض ولابس جلابية قديمة. جده بص لخالد وقال له: اعرفك،
ده الحاج مصطفى أصلان، الناس في البلد مسمياه مجنون السرداب. خالد وهو مندهش: الحاج مصطفى؟ انت اللي كنت دايما بتقعد لوحدك على النيل؟ انا اعرفك من زمان. جده قال له: ده أول واحد فكر ينزل السرداب قبلك وقبل أبوك. الحاج مصطفى اتكلم وقال: جدك قال لي إنك عايز تنزل سرداب فوريك، بس السؤال أنت جاهز تشوف اللي محدش شافه؟ خالد قال له: أنا أول مرة أعرف إن ليه اسم فوريك. الحاج مصطفى قال له: ده اسمه الحقيقي، لو دورت عليه في أي كتاب أو على الإنترنت مش هتلاقي ولا حرف. ليه؟ لأنه مش موجود للي بيدور، موجود بس للي بيسمع النداء جواه. خالد سكت شوية وقال له: يعني أنت نزلته؟ مصطفى قال له: لا، اللي نزلناه كان نفق طريق للسرداب، بس مش هو، مش فوريك. خالد اندهش وقال له: امال ايه اللي حصل؟ مصطفى رد عليه وقال له: لمبات الجاز انطفت، كنا فاكرين ان في عفاريت، بس الحقيقة الهوا اتقطع، الخيال لعب بينا، بس انا من يومها عرفت ان خطيت اول خطوة في طريق السرداب. وقام فاتح شنطة قديمة ومطلع منها كتاب جلده قديم وقال له: الكتاب ده هو الكتاب الوحيد اللي بيتكلم عن السرداب، بس كله ضاع، فاضل فيه 10 ورقات بس. اداها لخالد وهو بيبص له في عينيه: اقرا بس بصوت عالي، خليني اسمع اللي انا مستني اسمعه من 50 سنة. بعد ما خلصوا قعدتهم مع بعض، خالد طلع وقف على السطوح بيبص على البلد بتاعته وبيقول لنفسه: يمكن دي آخر مرة أبص فيها للبلد دي من فوق، آخر شمس أشوفها، آخر نفس من الهوا اللي كان دايما بيحسسني بالأمان. خالد رتب شنطته وخد معاه كشاف، كتاب صغير وإزازة مية وصورة لأبوه وأمه والكتاب القديم. كان بيبص للصورة وبيقول لنفسه: أنا نازل، يمكن ألاقيكم أو يمكن ألاقي نفسي. جده بصله وقال له: أوعى تنسى إنك حفيدي، ابن حسين أصلان، ابن اللي نزل ومرجعش، بس أنت هترجع. خالد عينيه دمعت وقال له: هرجع لك يا عبده، بس المرة دي هرجع لك وأنا معايا حاجة هتفرحك. وحضنه حضن دافي وبعدها خرج من الباب. خالد خد نفسه وبدأ يمشي في شوارع البلد وهي فاضية لحد ما وصل لبيت سوره عالي، حيطانه مقشرة وفي زرع بري وبوابة حديد قديمة. خالد فتح البوابة بهدوء وقال: بسم الله، وقفل الباب وراه بهدوء. ولع الكشاف، لقى فيه تراب في كل مكان وخيوط عنكبوت. بدأ يتمشى بالراحة وينظف لنفسه الطريق لحد ما وصل للمكان اللي قال له عليه مصطفى أصلان. لقى صخرة ضخمة مغطية فتحة في الأرض، خد نفس عميق وبدأ يزقها بكل قوته. اتحركت والبوابة ظهرت. لقى سلم حلزوني نازل في الضلمة. خالد ولع الكشاف وشال شنطته وبص للصورة آخر مرة، حطها في جيبه وقال لنفسه: يا رب أرجع ببداية جديدة. بدأ ينزل، وكل ما ينزل كل ما يختفي في السرداب والضوء يختفي واحدة واحدة. أما بالنسبة لجده فجده كان قاعد، مرة واحدة لقى منى واقفة قدامه وهي بتنهج وبتقول له: يا جدو، بابا وافق خلاص، أنا وخالد هنتجوز. جده قال لها: متأخرة يا بنتي. خالد مشي. منى بصت له وهي مدهوشة وكلها قلق. مشي راح فين؟ جدها بص في الأرض وقال لها: راح يدور على حاجة يكمل بيها حياته، نزل السرداب. منى قامت جاية فاتحة عينيها وبدأت تصرخ. أما بالنسبة لخالد فلقى النفق وكان ماشي فيه وهو معاه الكشاف وبيقول لنفسه: كل حاجة كانت تمام لحد ما بقيت لوحدي تمام. وكمل وبيقول: بسرعة، لازم ألاقي السلم التاني، لازم ألاقي الطريق. خالد ماشي وبدأ ينهج وبدأ يمسك رقبته وحس إنه مخنوق. كان بيحاول يتنفس ومش قادر. بدأ يصرخ وبيقول: مش قادر، الهوا، مفيش هوا. بيقول لنفسه: فين السلم، فين الطريق، أنا بموت هنا لوحدي. خالد وقع على الأرض وقال: مفيش سرداب، مفيش كنز، كل ده كدب. بس مرة واحدة في ضوء خفيف قدامه بدأ يظهر وبدأ يوضح واحدة واحدة. خالد عينيه برقت وقال: ايه ده نور ده ولا انا خلاص عقلي بدأ يهلوس ولا ايه؟ بدأ يزحف على بطنه ناحية النور. ايده لمست حفرة حجرية في الحيطة كان فيها باب صغير، زقه والباب اتفتح. دخل من الباب، كان في صوت هادي بس مش طبيعي. كان في طين على الأرض وفي آثار أقدام قديمة، رسوم على الجدران مش مفهومة، كأنه دخل زمن تاني. خالد وهو مش قادر يتكلم بيقول: ياه، ده فعلا موجود. وبدأ ياخد نفس عميق وحس انه قادر يتنفس تاني، وبدأ يقف وهو ماسك الكشاف. وبعد ما اتمشى شوية الباب اتقفل وراه تلقائي. خالد بدأ يحس انه بقى على الطريق الصحيح وانه وصل، وبدأ يضحك وبدأ يقول: انا وصلت يا عبده، ده سرداب فوريك الحقيقي. خالد كان واقف في ممر ضخم جدرانه منقوشة. الممر طويل وعريض. خالد كان حاسس انه صغير جدا في الممر ده. خالد طلع النوتة اللي معاه وبدأ يكتب ملاحظاته وبدأ يصور بالموبايل اللي معاه وبدأ يلمس الحيطان ويقرأ النقوش. خالد بص فوق وقال: ده مش سرداب، ده معبد مدفون، ده تاريخ منسي ومش مكتوب. خالد بص على الأرض لقى فيه جمجمة وفيه ضلوع بني آدم وقال لنفسه: ايه ده، بني آدم ده؟ وكل ما يتمشى يلاقي فيه هياكل. خالد بدأ يتوتر وقال لنفسه: الناس دي كانت زيي، كانت بتحلم تكتشف السر.
وماتوا هنا لوحدهم؟ بدأ يخاف، شاف عظمة مرمية على الأرض، مد إيده كان هيمسكها بس رجع سحب إيده تاني بسرعة. خالد رجع قال لنفسه لأ، أنا مش زيهم، أنا جاي أكمل اللي بدأوه، أنا مش هموت هنا. صدى صوته كان بيرتد بشكل مرعب. خالد بدأ يمشي بسرعة وبدأ يجري في اتجاه مجهول. بص على ساعة إيده، لقاها الساعة 4:58 والإضاءة بدأت تقل تدريجي. خالد بص على الحيطة ولقى فيه نقشة وش وقال لنفسه ده أكيد ده وش فريك. خالد ابتسم ومسك تليفونه وبدأ ياخد صورة وقال أهو صورة سيلفي مع فريك نفسه. بمجرد ما خد الصورة لقى فيه هزة عنيفة تحت رجليه والموبايل بدأ يتهز وفي صخور بدأت تقع. خالد بص وراه لقى الحيطان بتقع فطلع يجري بشكل عشوائي ولقى نفسه مرة واحدة بيجري في طريق إجباري لحد ما لقى منحدر طالع لفوق ولقى فيه نور قدامه. قام جاي ناطط بره النفق وبيبص وراه لقى فتحة النفق بدأت تنهار وكأن النفق رماه براه وقفل عليه. خالد بقى مش مصدق نفسه وبيقول أنا طلعت، أنا حي. خالد بدأ يبص حواليه ويبص لفوق ويستكشف المكان حواليه والمنظر كان كله صحراء، مفيش أي حاجة غير الرمل. خالد بيقول لنفسه أنا فين؟ دي مش بلدي، مش منطقتنا، مش موجودة حتى على الخريطة. وبدأ يضحك بشكل هستيري وقعد فجأة على ركبته وبيبص على مكان الخروج ملقاهوش موجود وقال لنفسه فوريك مش كنز، فوريك بوابة لصحراء ولا بوابة لزمن ولا البعد تاني. فجأة حس بالضياع وبدأ يصرخ ويقول أنا تهت، أنا خلاص ضعت. خالد فضل قاعد لوحده ومغطي وشه بقميصه وبيبص في ساعته ولقى العقارب واقفة. قام قايل حتى الساعة وقفت، خلاص مش ناقص غير إن أنا أموت. فجأة لمح رجلين بيجروا، قام بسرعة يجري ناحيتهم. خالد من بعيد بيقولهم استنوا أنا ضايع محتاج مساعدتكم. الراجلين ما ردوش عليه، كان شكلهم تعبانين وكان صوت نفسهم عالي. خالد قرب منهم حاول يتكلم معاهم، بصوله بنظرات غريبة. واحد منهم قال له ألا ترى ما نحن به؟ خالد قال له أيوة يا سيدي شايف، واحنا في السعودية؟ الراجل التاني رد عليه باستغراب ماذا تعني بالسعودية؟ خالد قال لنفسه دول تايهين أكتر مني. خالد طلع فلوس من جيبه وبيديها لواحد منهم، خد منه الفلوس وبدأ ياكلها. خالد اتصدم وقال له انت اكلت الفلوس؟ الراجل قال له ماذا تقصد بالفلوس؟ هذه ورقة وقد أكلها صديقي الجائع وأنت يبدو عليك الغنى فلا تهتم لأمر ورقة. خالد بص لهم وضحك وقال لهم 10 جنيه خلتني في نظركم غني؟ انتوا أكيد جايين من قرن تاني. وخد نفس عميق وقال لهم أسألكم بجد احنا فين وبتجروا ليه وهربانين من ايه؟ الراجل التاني رد عليه وقال له إننا فقراء هاربون من يوم زيكولا، تركنا من نحب قبل أن تأتي لحظة النهاية. خالد قال له لحظة واحدة، قلت ايه؟ أرض زيكولا؟ رد عليه واحد منهم قال له وكيف لا تعرف زيكولا؟ من في هذا الزمان لا يعرفها؟ والراجل التاني قال له إنها هناك خلف الهضبة في الأسفل أيها الغني. وقاموا سابوه ومشيوا. خالد اتمشى شوية ناحية الهضبة ويبص لقى مدينة جميلة كلها خضرة ومية مع إنها وسط الصحراء. خالد قال وهو منبهر مستحيل مدينة بالشكل ده وسط كل الصحراء دي تبقى زيكولا. صوت الراجل اللي كلم فلوس بيقوله من بعيد إياك أن تذهب إلى زيكولا إياك. خالد رد وقال له بس مجنون منك ليه، وسابهم ومشي. بدأ يتمشى في وسط الصحراء وبدأ يحس بالتعب وفجأة شاف عربية. قام مشاور للسواق وقال له لو سمحت عاوز أروح أرض زيكولا. السواق قال له تدفع كام؟ خالد طلع فلوس من جيبه وبيديها له. السواق غضب عليه وقال له ورق، وقام رميها في وشه واتحرك بسرعة بالعربية. خالد كان مذهول وقال لنفسه هو أنا رجعت للعصر الحجري ولا إيه؟ خالد شاف عربية تانية بس كانت فخمة عن العربية اللي قبلها ولقى شاب متشعبط من ورا والشاب شاور له ومدله إيده وقال له تعالى اركب. خالد مسك إيديه وركب وقال له شكرا. الشاب قال له اسكت ما تتكلمش دلوقتي. العربية قربت من سور ضخم وعليه نقوش. خالد كان مذهول وقام جاي ناطط هو والشاب اللي معاه قبل ما يوصلوا للبوابة. خالد قال له أنا بشكرك بجد. الشاب قال له ما تشكرنيش، أنا كنت هموت في الشمس زيك كده. خالد قال له أنت من زيكولا؟ الشاب قال له أيوه. وأنت غريب؟ خالد ضحك وقال له أيوه أنا من البهو فريك جنب المنصورة. الشاب بصله وهو مدهوش وقال له أنت قلت إيه؟ البهو فريك؟ خالد ارتبك وقال له أقصد مصر، أنا من مصر. الشاب ده كان اسمه يامن وقال له مصر هي في الشمال؟ خالد قال له بسخرية مش عارف مصر أم الدنيا؟ يامن قال له لا مش عارفها.
خالد قال لنفسه طيب خلاص، كل الناس هنا شكلهم عايشين في عالم تاني، انت دلوقتي في زيكولا أرض الذكاء. خالد قال له وهو بيضحك، واضح من ذكاء الناس اللي قابلتهم. يامن سابه ومشي، راح يشتغل عشان يعوض ساعات العمل اللي ضاعت منه. خالد قرب من البوابة الضخمة وشاف نقوش مبهرة. دخل من البوابة وحس برعشة عنيفة في جسمه كله وألم وصداع رهيب في راسه. بعدها بدقايق بدأ الألم يتلاشى وكأنه ما كانش موجود. خالد كان ماشي في المدينة كأنه في مدينة الأحلام. وجوه الناس مختلفة، بعضهم يبتسم وبعضهم يبدو عليه الحزن وملابسهم غريبة. خالد بيبص حواليه وبيقول المدينة دي جميلة فعلا، بس أكيد فيها حاجة غلط. خالد وهو بيتمشى لقى مطعم، دخله وقعد وكان جعان جدا. لقى واحد جاب له أكل وبيبص له وبيبتسم وقال له شكرا لتشريفك لنا أيها الغني. خالد باستغراب قال له تاني غني تاني؟ وخلص أكله ومشي من غير ما حد ما يطلب منه يدفع تمن الأكل. خالد دخل محل ملابس وبص في المراية، لقى هدومه متقطعة ومتوسخة فطلب هدوم. صاحب المحل قال له أنت لست من زيكولا أليس كذلك؟ خالد قال له أيوة أنا غريب. قام الراجل مديه هدوم بدون مقابل وقال له نفس الجملة، شكرا لتشريفك لنا أيها الغني. خالد بقى مستغرب، كل اللي قابلتهم شايفيني غني، هو ده اللي خلى المجانين بتوع الصحراء يهربوا منها؟ لا، في حاجة غلط. خالد بدأ يتمشى في المدينة بهدومه الجديدة وبدأ يبص على كل حاجة قدامه. لاحظ إن كل محل مكتوب عليه أرقام، 10 وحدات، 5 وحدات، وحدات كثيرة ما كانش فاهم معناها ايه، لكنه حس ان في وراها سر وبدأ يقول لنفسه ايه حكاية الوحدات دي مش اسعار ومفيش عملة، طب ازاي بيتعاملوا؟ فجأة دخل الليل وخالد كان متوقع ان المدينة كلها هتبقى ضلمة لانه ما كانش شايف اي مصدر كهربائي، لكن فجأة النيران بدأت تشتعل من كل مكان وكان في مشاعل معلقة على الجدران واضواء متوهجة تنير الشوارع. خالد كان منبهر وقال ايه الانوار دي حتى احسن من الكهرباء عندنا في البلد. المدينة دي غريبة قوي. قعد على جنب الطريق بيتأمل وكان خلاص حاسس انه هينام، بس فجأة لقى في ناس كتير بتخرج في الشوارع وكأن هناك احتفال ضخم هيحصل. بيبص يمينه لقى في فتى صغير بيقرب منه وكان بيرقص من الفرحة. خالد بصله وابتسم وقال له ايه الاحتفال ده؟ هو العيد عندكم ولا ايه؟ الفتى بصله باستغراب وقال له العيد؟ الاحتفال لم يبدأ بعد. خالد ضحك وقال له طب هيبدأ امتى؟ الفتى حس انه غريب وبدأ يشك فيه وقال له كلامك غريب، أأنت من الشمال؟ خالد قال له أنا غريب. الفتى رد عليه وقال له كنت غريب، دلوقتي أنت من زيكولا، غدا هو يوم زيكولا. وقال له بتحتفلوا بإيه بقى؟ الفتى ابتسم وقال له بنحتفل بيوم زيكولا، اليوم الذي أصبحت فيه زيكولا مشهورة في العالم كله، يوم يفرح فيه الجميع ما عدا شخص واحد. خالد كان مرتبك وقال له شخص واحد؟ ليه؟ هو مين ده؟ الفتى قال له أفقر شخص في زيكولا، يؤخذ ويذبح. خالد بص للطفل وهو مذهول وعقله بدأ يستوعب جزئيا إن الوحدات اللي شافها على المحلات دي مش فلوس وإنه ممكن تكون مرتبطة بحاجة أخطر. ودلوقتي وصلنا لآخر الحلقة، تفتكروا هما بيذبحوا أفقر شخص فعلا؟ هل فعلا زيكولا بتقيس الغني بس مش بالفلوس، بحاجة تانية؟ ويا ترى إيه هي الحاجة دي؟ لو عايز تتابعنا تتفرج على كل جديد اضغط على سبسكرايب وفعل زر الجرس.